دهان الشروزية ومراحل التشطيب بالتفصيل من البداية للنهاية لحد لما الشغل وصل في النهاية زي ما انت شايف كده. ده هيكون موضوع الفيديو. أول حاجة يا جماعة بنستخدم فرشة سلك لتفتيح المسام بتاعة القشرة أو تفتيح المسام بتاع الخشب. بس أهم حاجة إن انت بتستخدم الفرشة باتجاه الألياف بتاعة القشرة، يعني باتجاه الثمرة بتاعة القشرة. بعد المرحلة دي بتنفض الشغل بتاعك من الأتربة وبتستخدم صنفرة رقم 120. الغرض من المرحلة دي إن احنا بننعم المسام بتاعة الخشب. بعد كده يا جماعة بتبدأ بمرحلة السيلر اللي هو السيلر النيتروسيلولوز. الكيلو السيلر يا جماعة الخام بياخد مقدار 2 كيلو تنر، وبتقلبهم وبتطلع تحت وش سيلر. بعد كده بتبدأ في مرحلة تلقيط المعجون دي يا جماعة، معجون دوكو بيتلقط على قد المسمار أو على قد اللحام، وبعد كده بتطلع تعطي بتعطي وش عازل اللي هو وش عازل بتاع الأخشاب عشان الشغل بتاعك يبقى عليه طبقة دهان. السيلر لوحده هيمتص المواد بتاع التشطيب. بعد كده بتخش في مرحلة التشطيب. أول خطوة بنبدأ بها، ركز معايا، اللي هي مرحلة البطانة اللي هي بطانة الدوكو الأبيض. بطانة دوكو أبيض، الكيلو البطانة بياخد كيلو تنر. الغرض من البطانة يا جماعة إن احنا مش بنشطب بيها، إن احنا بنعمل بيها أرضية من نفس اللون اللي احنا هنشطب بيه، يعني الشغل هيتشطب أبيض. فأنا ببطن بطانة دوكو أبيض. يا ريت يا جماعة تشجيع إننا نستمر معاكم، يعني لايك للفيديو، ولو أول مرة تتابعني هتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار مني بكل جديد. رش البطانة بتاعتك بتكسي معاك من أول وش زي ما انت شايف كده. ده بعد مرحلة البطانة بتنعم الشغل بتاعك بصنفرة رقم 180 قديمة أو 150 قديمة. بتطلع تنعم الشغل بتاعك من الوبرة، يعني بتنعم السطح بتاع الخشب أو القشرة. بعد كده مرحلة الدوكو، الكيلو الدوكو بياخد 2 كيلو تنر أو كيلو ونص تنر، يعني على حسب عرق الخامة اللي انت بتشتغل به. زي ما انت شايف كده بتطلع ترش الدوكو بتاعك. الدوكو بتاعك بيستر معاك عشان احنا عاطين بطانة. بعد مرحلة الدوكو زي ما انت شايف كده بتخش في مرحلة الباتينة. ركز معايا بقى، دي يا جماعة اللي هو الزيت المفتحين، زيت بذرة الكتان. ودي يا جماعة اللي هي أنابيب الباتينة، أنابيب رقم 408، يعني الأنابيب اللون بتاعها اللي هو البني. وبنخفها يا جماعة. حطيت أنبوبتين وبحط قليل من الزيت كده، مش بضيف زيت كتير. وبتقلب الباتينة بتاعتك بالزيت وبتطلع بتفردها على الشغل. بتستخدم فرشة زي ما انت شايف كده باتجاه الألياف بتاعة القشرة، يعني بتنزل الباتينة في قلب المسام اللي احنا فتحناها بالفرشة السلك. بننزل الباتينة في قلب المسام دي. وبعد كده بعد ما بتملى الشغل بتاعك بتجيب قطعة قماش وبتطلع بتمسح السطح بتاع القشرة. فأصبح إن الغاطس بيبقى بيبان في اللي هي التعريقة بتاعة القشرة. ده اللي احنا بنقول عليه دهان الشروزية. وطبعا يا جماعة دي مش المرحلة النهائية، الشغل كده مش الشطب بس. يا ريت يا جماعة يعني تدعمونا بلايك عشان نستمر معاكم بنشر المزيد. بعد ما بتخلص بتينا بتنضف الشغل بتاعك بقطعة قماش نظيفة زي ما انت شايف كده عشان السطح بتاع بتاع القشرة والخشب يبان ان هو فاتح. تخش في مرحلة التثبيت. بتختار الورنيش بتاعك على حسب اللمعة بتاعتك، يعني لو عاوز لمعة مطفية بتجيب لمعة مطفية، لو عاوز لمعة عالية بتجيب ورنيش لامع وبتثبت بيه. فبيوصل في النهاية زي ما انت شايف كده، ده الشكل النهائي. ولو عجبك الفيديو ممكن تضغط لايك، ولو أول مرة تتابعني فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.